السلام عليكم. أحب أرحب بكل إخواتي اللي بيشوفوني وبيتابعوا قناتي. أولا أحب أعتذر عن سوء جودة الفيديو، بس أنا عارف ومتأكد إن إخواتي هيقفوا جنبي ويدعموني ويدعموا قناتي لحد ما أطور من محتواي عشان يوصل لكم بصورة أفضل من كده وصورة أوضح من كده بإذن الله. النهاردة كنت طالع معاكم عشان نتكلم عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي. الزمالك للصراحة بيقدم مستوى رائع اليومين دول وألف مبروك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على الفوز النهاردة بهدف نظيف أمام نادي البنك الأهلي. البنك الأهلي الصراحة المقدم مستوى رائع يعني الفترة دي، والهدف كان عن طريق أحمد سيد زيزو، عن طريق ضربة جزاء كان أخدها سامسون أكينيولا لاعب نادي الزمالك اللي مقدم مستوى أكتر من رائع الفترة دي. وكمان ده هو أحرز هدف في مباراة دريمز الأخيرة. ونحب نشيد بمجهود المدير الفني جوزيه جوميز على القرارات الصائبة الصراحة اللي بياخدها، وهو عارف يطلع الحاجات الحلوة اللي كانت مستخبية الفترة اللي فاتت، أيام وقف القيد وأيام عدم تسجيل اللاعبين والغرامات. الصراحة يعني هو عارف يرجع روح الفريق للاعبي نادي الزمالك، وعرف يخلينا نشوف نادي الزمالك بصورة أكثر من رائعة الصراحة. وإن شاء الله هيقدم مستوى رائع الفترة اللي جاية. وعلى فكرة جوزيه جوميز رفض إعطاء لاعبي الفريق راحة من التدريبات، وهيبدأ تدريبات سواء غد يوم الجمعة بإذن الله استعدادا لمباراة سموحة في الدوري الممتاز، المباراة اللي هي الأخيرة قبل نهائي الكونفدرالية بإذن الله. ويا رب تكونوا استمتعتم بمشاهدة الفيديو، ولو استمتعتم يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. وشكرا على المشاهدة وحسن الاستماع، وألف ألف شكر لإخواتي. السلام عليكم ورحمة الله.